اليومين اللي فاتوا دول في سيدة خدت معاها 6 أفراد تانيين ما بين رجالة وستات، وراحوا داخلين على واحد في شقته الموجودة في منطقة معينة. وبعد لحظات من الصوت العالي اللي حصل والسلاح الأبيض اللي طلع، يوصل فورا بلاغ للشرطة إن في خناقة حصلت في شقة في المنطقة، وإن الخناقة دي في شخص توفى فيها. بس خلي بالك، الشخص اللي توفى ده ما كانش هو الشخص اللي موجود في الشقة اللي دخلت عليه السيدة والستة اللي معاها، ولا حتى كانت السيدة ولا حد من الستة اللي معاها. الضحية كان شخص غير متوقع بالمرة. طيب هو مين الضحية بقى، وإيه اللي حصل معاه بالظبط، ومين السيدة دي، ومين الستة اللي معاها، ومين أصلا اللي دخلوا عليه في شقته، وعملوا معاه إيه، وليه عملوا كده؟ صلى على النبي وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بتدور في الأسبوع الثالث من شهر 11 سنة 2024، وتم نشر أحداثها تحديدا يوم 19/11. أما بالنسبة لمكان الأحداث فهي واحدة من الشقق الموجودة في منطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية. وتعالى بقى ندخل على الشخصيات على طول. أول شخصية معانا النهاردة هيكون هو عمرو اللي في الصورة ده، وعمرو ده يبقى راجل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ومقيم في شقته الموجودة في المنطقة مع مراته وعياله ال3. وبما إننا وصلنا لنقطة مراته وعياله، تعالى أعرفك على الشخصية التانية معانا النهاردة، وهي مرات عمرو اللي اسمها فاطمة. عمرو وفاطمة متجوزين من 13 سنة، ربنا اداهم في ال13 سنة دول ولدين، وهم محمد ويونس، وبنت سموها ريتال. والراجل ده اللي هو عمرو تقدر تقول إنه من بيته لشغله ومن شغله لبيته، وشغال طول الوقت تقريبا عشان يوفر طلبات بيته وأولاده، وطبعا بيحاول إنه يشيل لهم أي فلوس على جنب لاحتياجاتهم وعشان يأمن مستقبلهم. وده بقى تحديدا كان هو سبب المشكلة. بس قبل ما اوضح لك ازاي ده يكون سبب مشكلة اصلا، لازم تبقى عارف حاجة مهمة، وهي ان صحيح عمرو وفاطمة متجوزين بقالهم 13 سنة، لكن ال13 سنة دول ما كانوش زي بعض ابدا. ال13 سنة دول هنقسمهم على جزئين. الجزء الاول منهم هم ال6 سنين الاولى من جوازهم، ودي كانت فترة كلها هدوء واستقرار، وعلاقتهم ببعض كويسة ومفيش مشاكل، وحياتهم ماشية بشكل طبيعي جدا. اما الجزء التاني بقى فهم ال7 سنين اللي بعد ال6 سنين دول، ودول بقى كانوا 7 سنين ربنا ما يكتبهم على حد. العلاقة بين عمرو وفاطمة باظت فيهم خالص، وكانوا طول الوقت في خلافات ومشاكل، وكل المشاكل والخلافات اللي حصلت في ال7 سنين دول كانوا دايما لنفس السبب، وهو ان عمرو بدأ يلاحظ ان فلوسه بتختفي او بتنقص على اقل تقدير، وتعبه وشقاه اللي كان بيشيله في البيت حرفيا بيتبخر ومش عارف السبب. وطبعا الراجل في البداية كان بيسأل مراته فاطمة على الفلوس دي، وفاطمة كانت بتنكر معرفتها عن سبب نقص الفلوس او بتروح فين، ويعني بتقول له كلام فيما معناه شوف انت بتودي فلوسك فين بعيد عني. حاجة زي دي كان ممكن عمرو يعديها لما تحصل مرة او 2 وتقف على كده، لكن انها تتكرر كل شوية فده معناه ان اكيد في حاجة في البيت ده مش مظبوطة. وفعلا ما عداش وقت كتير وبدأت كل حاجة تتضح لعمرو، وتحديدا مع اول مكالمة جاتله من واحد بيقول له ان ليه فلوس عند مراته. ومن اللحظة دي بقى بدأت علاقتهم تاخد طريق تاني خالص، وراح لمراته وواجهها عشان يفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط من وراه. ونتج عن المواجهة دي انه عرف السر اللي مراته مخبيه عليه، واعترفت له انها فعلا استلفت فلوس من الشخص ده، وده بسبب انها ضمن اخواتها في عدد من القروض. واللي حصل ان اخواتها اتعثروا في السداد، وبما انها هي الضامنة راحت البنوك او الشركات دي اللي اخواتها خدوا القروض منها بدأوا انهم يطالبوها ويلحقوها هي. وده كده باختصار كان هو السبب اللي خلاها كانت بتسحب من فلوسه من غير ما تعرفه، واللي خلاها كمان استلفت من الشخص اللي كلمه وطالبه بالفلوس اللي هي استلفتها بما انها مراته. وعايز اقولك ان حتى بعد كل اللي قالته لعمرو ده فهي برضه ما قالتلوش كل حاجة. ما قالتلوش ان هي مش بس استلفت من الشخص اللي كلمه، ده كمان استلفت من كذا حد تاني. وطبعا دي حاجة عمرو عرفها لوحده بعد ما كل الناس دول كلموه وطالبوه بالفلوس اللي مراته خدتها منهم. ده غير ان عمرو بدأ يلاحظ ان كل فترة كده في حاجة بتختفي من الشقة غير الفلوس، زي السجاد مثلا وكذا حاجة تانية. وكان نتيجة ده ان حصل بينهم مشاكل كتير جدا، لدرجة ان في ال7 سنين الاخرانيين دول بس اتخانقوا بسبب الموضوع ده من 20 ل 25 مرة على حسب كلام عمرو.
آخر مرة فيهم حصلت قبل مشهد البداية بشهرين تقريبا، لما عمرو ادى لمراته فلوس عشان تشيلها، وصحي تاني يوم الصبح بيسألها على الفلوس دي ويتفاجئ إنها صرفتهم. وساعتها طبعا زعق لها وصمم يعرف هي الفلوس دي راحت فين. ومراته قالت له وقتها إن جارتهم اللي ساكنة فوقهم كانت مزنوقة في فلوس واضطرت إنها تسلفها الفلوس دي وهترجعها تاني. واللي حصل وقتها إن عمرو حب إنه يتأكد إن كلامها صح فعلا، وكلم جارتهم دي وأنكرت تماما إنها خدت أي فلوس من مراته. وعلى طول وقتها راح عمرو مكلم والد مراته وقال له حصل 1 2 3 وتعالى خد بنتك دلوقت. وخلال الوقت اللي أبوها كان جاي فيه في الطريق حصل مشادة كلامية كبيرة بين عمرو ومراته مرة تانية عشان بتكذب عليه ومش عايزة تقوله الحقيقة، أو يعني ودت فلوسه فين. ووقتها مراته غيرت كلامها وقالت له إنها فعلا ما ادتش الفلوس دي لجارتهم، وإنها كانت شارية حاجات بالتقسيط من سنة تقريبا ودفعت بالفلوس قسط الحاجات دي. بس ده برضه كان رد مش مقنع لعمرو، لأن ازاي هو لسه مديها الفلوس بالليل قبل ما يناموا، وازاي لحقت تروح وتدفع القسط قبل حتى ما يصحى من نومه. وعموما هو وقتها راح سايبها ودخل الحمام عشان ما يتأخرش على شغله. لكن اللي حصل ساعتها ان عمرو اتخبط في تاني مفاجأة مراته كانت عاملاها له في نفس اليوم. والمفاجأة دي كانت ان الغسالة اللي موجودة في الحمام من يوم ما اتجوزوا او من يوم ما قعدوا في الشقة دي ما كانتش موجودة في الحمام، وموجود مكانها كومة من الهدوم اللي عايزة تتغسل. وطبعا الراجل اتصدم وقتها وخرج من الحمام بسرعة وسألها هي الغسالة راحت فين. ووقتها فاطمة ردت عليه بتوتر وقالت له الغسالة؟ فقال لها ايوه الغسالة. فقالت له ان الغسالة بتاعت مرات اخو صاحب البيت باظت منها، وجت طلبت تستلف منها الغسالة بتاعتهم على ما غسالتها تتصلح. وبغض النظر عن غرابة الرد ده وانه صعب يكون صح اصلا، لان مفيش حد غسالته بتبوظ فيروح يستلف غسالة جيرانه. اكيد الاسهل وقتها انه ياخد الغسيل بتاعه ويغسله عندهم لو مضطر مثلا وعلاقته قوية بيهم. وفعلا عمرو ما قدرش انه يصدق الرد بتاعها، وعشان كده سألها سؤال مصيري، طيب لو الغسالة ما طلعتش عندها؟ راحت فاطمة قايله له لو ما طلعتش عندها اعمل اللي عايز تعمله. راح قايل لها انا لا هعمل ولا هسوي، انت كده جبتي اخرك معايا. الغسالة لو طلعت مش عندها تبقي حرام عليا زي امي واختي وملكيش عيش معايا، وابوكي يشوف لي حل معاكي. وراح على طول باعت ابنه محمد لمرات اخو صاحب البيت بيسألها الغسالة عندهم ولا لا. واللي حصل ان وقتها مرات اخو صاحب البيت اتضايقت جدا من السؤال الغريب ده وحست ان في اهانة ليها، وبقت مشكلة بقى وقعدت تزعق وتقول انا هشحت غسالة من حد ليه وكلام من ده. وفي الوقت ده كان والد مراته وصل وقال له ما تقلقش يا عمرو انا هحل لك المشكلة دي، وقام واخدها وماشي. ومن وقتها بقى وعلى حسب كلام عمرو مفيش حد رد عليه، وفضل الوضع متعلق على كده لمدة شهرين تقريبا. وما حصلش طول الشهرين دول غير حاجة واحدة بس، وهي ان عمرو قال لها انه قرر يتجوز عشان خاطر عياله. وطبعا الخبر ده ولع الدنيا عندها وبدأت انها تشوف هترد على الكلام ده ازاي. وساعتها فاطمة خططت وحصل مشهد البداية. سيدة خدت معاها 6 أفراد تانيين ما بين رجالة وستات، وراحوا داخلين على واحد شقته الموجودة في منطقة معينة. السيدة دي طبعا كانت هي فاطمة، والست أفراد اللي معاها واحدة منهم تبقى مرات أخوها، و3 منهم يبقوا إخواتها، و2 زمايل إخواتها. والراجل اللي كان في شقته ده كان هو عمرو جوزها. وطبعا الطلعة دي على حسب كلام عمرو حصلت بالتنسيق مع جارتهم اللي ساكنة فوقهم، اللي مراته قالت له يوم المشكلة إنها سلفتها فلوس، وطلع كلامها مش صح. وكان دور جارتهم دي على حسب كلام عمرو إنها تبلغ مراته بالوقت اللي هيكون موجود فيه في الشقة عشان يقولوا وهو فيها ويمدوا إيدهم عليه وياخدوا العفش منه. وكمان لما وصلوا تحت البيت جارتهم دي حدفت لهم مفتاح الباب الرئيسي اللي تحت، وفعلا الخطة مشيت زي ما خططوا. ووصلت فاطمة والستة اللي معاها تحت البيت عنده، وجارتهم رمت لهم المفتاح من فوق وطلعوا لشقة عمرو وخبطوا على الباب. والراجل فتح وقتها ولقي فاطمة في وشه هي واللي جايين معاها، وساعتها قال لها خير. فقالت له لا خير ولا شر. وراحوا داخلين على الراجل شقته ومبهدلين الدنيا ومدوا ايدهم على الراجل وبهدلوه، والدنيا باظت خالص. وعايزك بقى توقف المشهد ده على كده وتيجي معايا نشوف مشهد تاني كان بيحصل قبل المشهد ده بساعتين بس. المشهد ده كان فيه عمرو قاعد في شقته
وجات له مكالمة من تالت شخصية معانا النهاردة، وهو أخوه الكبير عبد المجيد اللي موجود في الصورة ده. وعبد المجيد باختصار يبقى راجل عنده 42 سنة تقريبا. موقع مصر تايمز كاتب إنه شغال سواق في شركة للإنشاءات المعمارية، وموقع المصري اليوم كاتب إنه شغال في مصنع في التجمع الخامس. بس عموما يعني سواء عبد المجيد كان شغال هنا ولا هنا، فهو معروف عنه إنه راجل مكافح ونازل حياته للشغل عشان خاطر عيلته وولاده الاتنين، محمد اللي عنده 15 سنة ورضوى اللي عندها 17 سنة. والمهم بقى إن عبد المجيد في اليوم ده قبل المشهد اللي وقفنا عنده بساعتين تقريبا كان موجود مع والده ووالدته في بيتهم وبيسلم عليهم عشان هيسافر شغله. وهو لما بيسافر بيقعد 3 أو 4 أسابيع في شغله على ما بيجي لهم تاني. وساعتها اتصل بأخوه عمرو عشان يعدي عليه في شغله في المعرض بالمرة يسلم عليه هو كمان قبل ما يمشي. لكن عمرو وقتها كان في الشقة، فقال لعبد المجيد يعدي عليه في الشقة يتغدوا سوا قبل ما يمشي، وعبد المجيد قال له تمام. وساعتها والدة عبد المجيد طلبت منه انه يحجز لها في عيادة دكتور في المنطقة بالمرة وهو في الطريق لاخوه، بحيث يعني انها تروح بعد شوية فتلاقي رقم الحجز بتاعها قريب وما تستناش كتير. وفعلا عبد المجيد حجز لها وهو في الطريق وطلع بعدها على اخوه. وهنا بقى للأسف حصل أصعب مشهد في القضية دي. في الوقت اللي عبد المجيد وصل فيه عند البيت اللي شقة اخوه عمرو موجودة فيه، كانت فاطمة ومعاها اخواتها او ال6 افراد التانيين اللي جابتهم معاها موجودين في شقة اخوه عمرو ومبهدلين الدنيا. وساعتها على حسب كلام عمرو اللي المفروض ان كاميرات المراقبة رصدته، عبد المجيد وهو طالع على السلم وشايف الفوضى اللي في العمارة بس لسه مش فاهم هو ايه سببها بالظبط، يتفاجئ بشخص بيقابله على السلم وبيقوم ضربه في صدره. الشخص ده يبقى واحد من ال6 اللي جم مع فاطمة، وتحديدا واحد من اخواتها. وبعدها راح قايل لباقي الافراد خلصوا عليه. قاموا ساحبين عبد المجيد من رجله على السلم لحد ما نزلوا بيه تحت. وغير انهم كانوا بيمدوا ايدهم عليه، ده كمان في حد منهم راح مطلع مطوة ونزل بيها على الراجل بكل قوته، لدرجة ان ما طلعش منها في ايده غير الجزء الخشب بتاعها، وباقي القطع الحديد كلها بتاعت المطوة فضلت مستقرة جوه. وفي نفس اللحظة في نافورة حمراء طلعت من عبد المجيد ضربت في الحيطة من شدتها، وده معناه ان المطوة جت في شريان رئيسي. وللأسف ده كان هو فعلا آخر مشهد في حياة عبد المجيد، وكان البقاء لله فيه وهو لسه في مكانه وغرقان في بركة حمراء اتكونت في أقل من دقيقة. وعلى حسب كلام عمرو برغم ان عبد المجيد بقى واقع على الأرض والبركة الحمراء اللي بقت حواليه وحركته اللي وقفت تماما، لكن برضه مراته فاطمة فضلت تمد ايدها عليه هي واللي معاها. وكل ده ظاهر بوضوح في كاميرات المراقبة. ولما لقيوا ان الراجل ما بيتحركش وحسوا في لحظة كده بالمصيبة اللي عملوها، قاموا كلهم طلعوا يجروا وهربوا من المكان. وخلال لحظات قليلة كان طبعا وصل بلاغ للشرطة والخبر وصل لأهل عبد المجيد، وطلعوا يجروا على مكان الواقعة اللي هو السلم بتاع العمارة اللي شقة عمرو فيها. وهناك والد عبد المجيد لقي ضباط وأفراد شرطة وبلغوه إن ابنه عبد المجيد اتنقل لمعهد ناصر، وإنه للأسف طالع من هنا وهو جسم من غير روح. وطبعا الخبر بعدها وصل لمرات عبد المجيد وعياله الاتنين، وطلعت مراته وهي الدموع في عينيها وفي حالة صدمة كبيرة، وقالت إنه كان كل حياتها وحياة ولادها وإنه كان سندهم وملهمش حد غيره. وبتقول إزاي ابن محمد هيستوعب ان ابوه مش هيرجع، وازاي هكمل حياتي من غيره. وقالت ان جوزها عبد المجيد ما كانش ليه ذنب في اللي حصل، وكل اللي عمله انه كان رايح لاخوه وقاموا مخلصين عليه بالشكل ده. وقالت ان حياتهم انتهت من بعده. ووالد عبد المجيد طلع هو كمان وقال انا ابني كان غلبان ما بيأذيش حد وكان دايما في خدمة الناس. في اليوم ده قال لي انه رايح يزور اخوه وبعدها مشي وما كنتش اعرف انه مش هيرجع. ووالدة عبد المجيد طلعت هي كمان وقالت انه كان الكبير وعمرها كله وكان بيراضيها وبيساعدها، وحجز لها عند الدكتور قبل ما يمشي ومرجعش من بعدها. وقالت ان اللي خلصوا على عبد المجيد لازم ياخدوا جزائهم. وطبعا انتوا مش محتاجين اوصف لكم حالة عياله هم كمان. اما بقى بالنسبة للمجرمين اللي عملوا الجريمة الصعبة دي، فالشرطة اتحركت بسرعة وقبضت على المتهمين الرئيسيين في القضية، وهم الزوجة اللي هي فاطمة واخوها جمال واخوها خالد. وتم تسجيل الحادثة كجريمة قتل عمد. وكمان التحقيقات كشفت ان كان في عندهم نية مبيتة للاعتداء على جوز فاطمة اخو المجني عليه، وكان عبد المجيد هو الضحية لمجرد زيارته.
ده غير ان الجريمة تم توثيقها بأدلة قاطعة زي شهادات شهود العيان اللي كانوا متأكدين من اللي شافوه، وكمان كاميرات المراقبة اللي رصدت كل حاجة بالتفصيل. وحاليا عيلة عبد المجيد بتطالب بحقه وبالقصاص من الجناه، ووالدته قالت في آخر كلامها مش هنقدر نرجع عبد المجيد تاني للدنيا، بس حقه لازم يرجع. يا ريت ضروري لو وصلت لهنا تدعي لعبد المجيد في التعليقات بالرحمة والأهل بالصبر، وإن ربنا يتولى ولاده. وما تنساش اللايك بتاعك لو حابب إن قضيته توصل لغيرك. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.